وخلينا نقول كلمه مهمه جدا في نقص دي حضرت في بالي واحنا بنتكلم، ان البني ادم خلق ناقص، الكمال لله وحده. بالزبط. احنا ليه حولناها لفلان ده فلان ده ناقص، بالزبط. ده عنده نقص؟ طب هو طبيعي يبقى عنده نقص، لان احنا خلقنا ناقصين يعني. ما كلنا ناقصين، حولناها فعلا. انا بفكر دلوقتي طب هو فلان كامل بقى؟ لا انت كامل عشان انا ناقص؟ لا، هو كلنا خلقنا ناقصين لان بالزبط. الكمال لله وحده. بالظبط كده. عشان كده بنقول ان هو مرض روحاني، والتعافي منه لازم يبقى تعافي روحاني. مش هتشتغل، مش هتلعب. هيحصل شويه تطور، هيحصل شويه تعافي مؤقت، هيحصل شويه حاجات تحسنت فيها، بس مفيش تعافي حقيقي من غير روحانيات. لان هو اصل القصه زي ما انت بتقولي، احنا خلقنا بنقائصنا. صحيح. ومهما واحد راح وتعلم وعمل وافتكر نفسه فلحصت الفلاحيص، هنفضل عندنا نقائص مش هيحصل فيها حاجه. مظبوط. بس الفرق بقى ايه اللي بيخلي حد يحتاج عكاز في اذى كبير زي مخدرات، زي خمره، زي علاقه، زي وبين حد قاعد بياخد قطمه من هنا وقطمه من هنا وقطمه من هنا عشان يملى النقائص دي؟ انه انا تعرضت لبيئه غير امنه، او تعرضت لظروف صعبه تقيله وانا صغير، دايما بنسميها اسره مضطربه. انه انا كنت في اسره مضطربه، وحتى لو يا ستي عديت من الاسره المضطربه وبيتي كان زي الفل، بعدها تعرضت لبيئه غير امنه، تعرضت لظروف ما كنتش حاسس بيها بالامان. صحيح. ما كنتش حاسس فيها ان انا مستقر، في اماني اتسحب مني. فبناء عليه حجم الفراغ ده كبر شويتين 3 4 5 6. كلنا عندنا حجم من عدم الامان، كلنا عندنا صحيح. فراغ جوانا، بس هو ممكن اتعرض لظروف تكبر عدم الامانات دي قوي، او كانت في الملموم يعني، عارفه كانت حاجه بسيطه. حاجه بسيطه. لانه كلنا عندنا عكاكيز الرباب. هي دي الفكره. انا عايزاكي بقى تقولي نظريه العكاز، اشرحيها كده. الموضوع بمنتهى البساطه انه كلنا كمان ادمين، ربنا خلقنا محتاجين حاجات من برانا عشان نحس ان احنا تمام.